الحمام بيبيض امتى وبيبيض ازاي واعمل ايه عشان الحمام يبيض وكل الكلام ده، وهناخدها مع بعض واحده واحده كده. معانا نشوف المفاجاه. يا شباب العيش اهو، وجبنا البيض اهو. بسم الله. حلو مش شغال، مفيش علامه في فرد الحمام تقول لي ده شغال ولا مش شغال، ويقول لك الطبق ده بسم الله ما شاء الله. طبعا ده طبق بيض، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنكسر البيض ده كله دلوقتي والله يا شباب. بسم الله ما شاء الله. الازرق قطيف اهو اللي طلع معانا في الفيديو التاني اللي احنا كنا ماسكينه. الازرق قطيف اهو، والشخشول اللي سايب على الارض اهو. تمام. طبعا العيش هيتعمل لها نظافه دلوقتي يا شباب. الاوضه هيتعمل لها نظافه دلوقتي. لازم تعمل نظافه دوريه عند الحمام. وشكشك اهو. صباح الفل عليك يا بطل مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى من كل الناس يدعمونا بلايك الفيديو. وابن شكشك اهو نفس حركات ابوه، اقسم بالله نسخه تيبيكال اصل اهو. بص بص، ده ابنه على فكره. ماشي. وده الاب ودي الام. تمام. وده العيش التاني. بسم الله ما شاء الله. بص معايا هنا كده. ايه ده ايه ده يا ربي، كنت بحسبه مات. اللهم لك الحمد والشكر. انا قلت افوق ولا حاجه. صباح الفل عليك يا بطل مصر. اتمنى من كل الناس يدعمونا بلايك الفيديو، وكل الناس دلوقتي تكتب لنا في التعليقات سعر الكلفه عندهم كام. طبعا احنا طلعنا في الفيديو الثاني لسه ما كسرناش العيش. اكتب لي اسعار الكلفه عندك كام. نتكلم عن الموضوع اللي معانا النهارده. بس تعالوا كده اوريكم حاجه. بصوا على الحمام وهو بره كده، والله العظيم تربيه. تعالوا كده اما اخوك يلا معايا فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. تربيه الحمام سايب، انا قلت لكم متعه. طبعا ده اخو شكشك النفاخ. بصوا النفاخ فين. بصوا النفاخ. بص 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 كده معايا. بص شايف الجمال. طبعا ده الهزاز ده مش بتاعنا. تربيه الحمام سايب تطلع كده تقعد معاه في كل فيديو. والله هفضل يعني هقول لكم ان تربيه الحمام سايب افضل مليون مره. والحمام المحبوس مش هينوبك من الحمام المحبوس غير الامراض، لان طول ما هو فرد الحمام محبوس معاك اهو. دول محبوسين اهم. مناعتهم قليله جدا، مفيش دوره دمويه بتتحرك في جسمهم. الانتاج بتاعهم هيكون ضعيف. لما يكون الحمام سايب بيكون مصلحه للحبايه كده. وركز في اللي انا هقوله ده بالحرف، عشان لو عايز تحل مشكله لازم تعرف المشكله جايلك منين. اسمع بقى الكلمتين دول، معلش بقى فضي نفسك الدقيقتين دول. بصوا يا شباب، عشان احل مشكله والحمام عندي اخليه يبيض لازم اعرف الدنيا بتاعت الحمام دي ماشيه ازاي. حلو. الدنيا بتاعت الحمام ماشيه ازاي، العلامه اللي بتخلينا نعرف ان الحمام ده خلاص قرب يبيض او قرب يحصي. بسم الله ما شاء الله. هي العلامه اللي بشوف الذكر قدامي بيرقد للنتايه في الطاجن، والنتايه بترقد له في الطاجن، وبيلموا شويه قش عشان خاطر البيض لما يبيضوه ما يقعش على الارض ويتكسر. تمام. هم بيحموا كده الحصى بتاعهم. الحصى ده بيفقس بعد كام يوم. اسمع بقى الكلمتين دول. الحصى ده بيفقس بعد كام يوم، من 16 يوم ل 20 يوم 21 يوم. تمام. يعني في الصيف ممكن يفقس معاك بدري على 17 يوم، في الشتاء ممكن 18 19 يوم. الزغاليل بتبدا تشتغل امتى؟ خلاص طلعوا من البيضه اهم. طلعوا من البيضه الزغاليل يتفطموا قصدي في عمر 25 يوم. بيتم عمليه الفطام كده، بيعتمد على نفسهم. خلاص الزغاليل معانا اتفطمت. عايز اجيب لكم اي زغلول هنا. خلاص مثلا الزغاليل معانا اتفطمت. طبعا ما عندهاش غير الزغاليل دي، كل اللي طلعت بقى الحمد لله. الزغاليل اللي اتفطمت بتبتدي اللي هي تعتمد على نفسها، وبتبتدي اللي هي تشتغل امتى؟ بتبتدي تشتغل بعديها ب7 شهور. 7 شهور الزغاليل بتشتغل. يعني من يوم فأس من يوم فأسهم من البيضة 7 شهور 7 شهور ونص وبيبتدوا يشتغلوا. لما بيقلبوا الريش، يعني الحمام اول ما بيطلع بيقلب ريش زي الطفل كده. لما بيقلب سنان ويبلغ، هم لا لازم يبلغوا ويشتغلوا. يعني لو عندك حمام عمره مثلا 5 شهور 6 شهور، لا اصبر عليه. تمام. طب صبرنا عليه يا عم، الحمام عندي بقاله سنة ومش عايز يطلع، ايه الحل؟ تعالى معايا. سم الله. جبناهم لبعض اهو. الناس اللي بتسالني ينفع اخواتي يتجوزوا بعض؟ ينفع مفيش مشكله. سبحان الله البيضتين بيطلعوا معانا. البيض بيطلع معانا ذكر وانتايه في 90%. ممكن بيطلعوا ذكرين، ممكن يطلعوا نتايتين. حلو. في يا شباب مشاكل بقى ممكن تخلي الحمام ما يطلعش، اللي هو ايه؟ اللي انا بشتري الحمام من حد مش كويس، الحمام كان عنده ومش عايز يشتغل فباعهولي. تمام. النتايه مثلا عندها دهون عند منطقه المجمع، عندها تليس، ما بتستقبلش الحيوان المنوي تدخله فيه اللي عنقود البيض. فدي كل دي مشاكل. طيب في مشاكل تانية بتبقى تافهه جدا، اللي هو ايه؟ انا باخد ذكرين عاشقين بعض. ينفع ذكرين عاشقين بعض؟ ينفع ذكرين وانتايتين يعشقوا بعض. هما قدامك على انهم ذكر وانتايه، وبيكسروا على بعض على انهم ذكر وانتايه. واسمع بقى الكلمتين دول وتعلمهم بجد، مش حد هيقول لك الكلام ده. ماشي. طيب الليله دي في حاجه ثانيه ممكن تخلي الحمام ما يطلعش او ما يبيضش.
او ممكن كان شغال وما يبيضش. اللي ممكن كان شغال ومش عايز يشتغل دلوقتي، اللي هو الحمام في حاجه بتقلقه. لا اما انت بتقلق الحمام، لا اما في حشرات في المكان، لا اما في زواحف وبراس وعرس وفران، ده كله يخوف الحمام انه يبيض، لان في خطر عليه. انت دلوقتي كحمامه في عرس عماله تحوم حواليك، هتبيض؟ لا، العرس هتاكل الحصى بتاعه وهتاكل الزغاليل اللي طالعه. حلو. طيب الملخص بتاع الموضوع ده ايه؟ وفي حمام على فكره عطال ما بيطلعش اصلا، في حمام عطال ما بيطلعش، فعشان كده بقول لك اشتري حمام من حد مضمون. طب لو حمام عندك عملت معاه كل حاجه ومطمنه وبتاكله وبتشربه ومهوله المكان ومش عايز يطلع، ايه اللي عمل معاه؟ يعني العمل معاه اللي هو يتكل على الله، يتذبح او يتباع على عيبه. لان انا نفسي اشتري جوز ما بيطلعوش، استخدمهم كتحضين. اخد مثلا البيض بتاع الحمام الغالي اهو، احضنهم تحتيهم وهتبقى احلى مصلحه. البيض ده هنكسره دلوقتي مع بعض اهو، البيض اهو. تمام. طب انت حرام عليك، الناس هتقول دلوقتي انت حرام عليك البيض ده بتكسره ليه او بترميه ليه؟ بصوا يا شباب، البيض ده بتاع الحمام التحضين. يعني ايه الحمام التحضين؟ اهم استراليات اهم، حصوا حصويتين في نفس الميعاد اللي دول حصوا فيه الحمام الغالي ده. باخد دول عشان دول ما بياكلوش ولادهم، دول اتعودوا ما ياكلوش ولادهم. ما هو كل الحمام المفروض بياكل عياله، بس احنا كغواي دلعنا الحمام. انا عايز افرغ زغلولين من دول، وبعد كده انا هعلمهم ياكلوا ولادهم بايه، ازاي يعني. تمام. طيب انا خدت الحصويتين من دول حطيتهم تحت دول، وسحبت اللي تحت دي رميتهم، ما برميهمش بقى. انا بسلقهم. هناكلهم دلوقتي القطه، هنروح نشوف القطه دلوقتي. بسلقهم وهنقشرهم بسرعه كده. طب البيضه دي ايه علاقتها في الليله اللي انت بتعملها دي؟ البيضه دي شباب بيضه بطيئه عندنا، فطبعا سلقتها معاهم. قلت ايه، اظبط القطه يعني ايه ثواب وانت كده شغال. طيب اللي حابب تنصحنا بيه، بصوا يا شباب بجد والله، يعني اسمع الكلمتين دول، مكان مناسب لتربيه الحمام، هوا بيخشوا هوا وبيخشوا شمس. تطمن للحمام وتحصنه دايما بثوم بصل ليمون، حاجات طبيعيه، وسيبك من الادويه وما تحطش في دماغك الادويه. انا والله العظيم اقسم بالله انا صايم وما بستخدم ادويه خالص مع الحمام بتاعي. ماشي، ما شيل من دماغك خالص موضوع الادويه. حلو. طيب اللي اعمله تاني، تجيب حمام شبابات عليه ريش، يعني ما تجيبش ولا زغاليل لان انت ممكن تتعب منك ومناعتها ضعيفه، والكبير ممكن بيكون فيه عيوب، ممكن بيبيض بيضه واحده. طب اللي بيبيض بيضه واحده دوت هو في نوتي عنقود البيض بتاعها ما بيجمعش غير هي بينزلك واحده واحده. العنقود ضعيف. طب العنقود ضعيف في نتايه الحمام بيجي منين؟ تعالى كده معايا. عنقود البيض ضعيف في نتايه الحمام بيجي منين؟ بيجي من تاسيس الحمام. يا رب بس الصوره تكون حلوه، يا رب يكون في حد بيكمل معانا لحد هنا. ادعمونا بلايك يا شباب، ادعمونا بلايك، اشتركوا معانا في القناه لو انت لحد دلوقتي مش مشترك. تاسيس الحمام، المربي ما كانش مؤسس الحمام، والناس اللي كانت بتدي علف للزغاليل، الزغاليل اللي بتاخد علف ما تشتغلش. يعني انت شوف مزارع الفراخ كده، مزرعه الفراخ اللي هم الامهات اللي بتبيض دايما ما بتاخدش علف، لانها لو خدت علف هتوقف بيض، لان العلف بيعمل دهون على منطقه المجمع فبيتسبب لها انها ما تبيضش بعد كده. طبعا احنا هنا معانا جوز، هنا في حصى بتاع الكشك على فكره. تمام. طب تنصحنا بايه؟ انصحك تشتري حمام شبابات عليه ريش من واحد جارك او واحد قريبك. لو انت نازل تشتري من السوق تاخد واحد معاك السوق بيفهم. انا بنزل السوق اشتري حمام على فكره، بس بيفهم في الحمام وتقليب الحمام وجسم الحمام. طب ايه المواصفات اللي انا اشتري بيها لو انا عايز انزل اشتري عشوائي انا وحظي بقى كده على الله؟ ايه المواصفات؟ بص يا شباب، والله لا افيدك على قد ما اقدر، اقسم بالله هدفي لما انا بطلع في فيديو عشان ربنا يحاسبني على الفيديوهات اللي انا بعملها دي، اللي انا افيدك على قد ما اقدر. انا عايز اشتري فرد حمام من السوق، انا بشتري انا وحظي، يعني ما فيش علامه في الحمام تقول لي ده شغال او مش شغال. ما فيش علامه في فرد الحمام تقول لي ده شغال ولا مش شغال، ويقول لك غير كده كذاب. بشتري حمام صحته كويسه، جسمه كويس، مش شائف، مش خاسس، ما فيش مرض فيه، الدنيا زي الفل، فرد الحمام نظيف. لو انا اشتريت مثلا من بياع بيبيعوه لي بسعر فرد الحمام مثلا ب 200 جنيه وواحد بيقول لي 50 جنيه، هو اللي حاجه من الحاجتين، لو هو تعب منه وما بيطلعش وعايز يتخلص منه، لان هو اللي مقدر حاجه عنده هيقدر سعرها كويس، اللي زي من حاجه هيبيعها. انا قبل كده نزلت اشتريت فرد حمام، اقسم بالله اتضحك عليا في فرد حمام قبل كده زمان مروش، اشتريته بكام؟ ب 10 جنيه ومش عارف 15 جنيه. فرحت قوي، رحت واخده من الواد ورحت حاطه في الشياله، روحت لقيت فرد حمام مروش وعدالي كل الحمام. احنا خرجنا من موضوعنا، بس دي تشتري حمام بصحه كويسه.
لو انت تشتري عشوائي وانت وحظك، انت وايه، انا شاريها دي على فكره من سوق الحمام، وكنت انا وحظي برضو، بس انا حطيت ايه شويه المعايير دي. افتح بس العين كده، شويه المعايير دي قدامي. اتمنى يا رب، اتمنى يا رب يكون فعلا فيديو. تعالوا بقى نقشر كده البيض ده، خليك معايا كده. طبعا شباب احنا بنضيف عيش على الكلفه، لسه منزلين فيديو عنها. نجيب بس الستاند، خليك معايا كده. تاتا هنقفل بس ونرجع لكم تاني. جبنا يا شباب العيش اهو، وجبنا البيض اهو. بسم الله. طبعا هنقشر، طبعا احنا سلقناه كله. بسم الله ما شاء الله، ظهر في الكاميرا كده. هنسرع بقى الكاميرا دلوقتي، هقول لك دلوقتي هنعمل بالعيش ده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معانا نشوف المفاجأة. طبعا دي البيضة الكبيرة يا شباب، دي البيضة الكبيرة. يلا اطلع. طبعا دي بيضة بطة. اللي احنا هنعمله بقى يا شباب في القشر ده، القشر ده هنكسره كله، هنلمه دلوقتي ونكسره ونديه للحمام كالسيوم. طبعا مش هيحتاج يتحمص ولا حاجة، لان هو البيض مسلوق تمام، مش فائس يعني او في حاجة كده، لا البيض مسلوق زي الفل. اطلع كده يا باشا معايا اهي. دي بيضة البطة اهي، فيها صفار، ريحتها مش عجباني خالص. طبعا هنجيب عيش بقى، طبعا عايزين ناكل القطة شوية حاجات حلوة. تمام، تعالى كده معايا نجيب بس شوية مية من دول، نجيب لي بس العيش كيس ونرميهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القطة، بص كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده شرب الثواب والله لله. انا كان ممكن ارمي البيض ده وما عنديش زغلة اكلها لهم يعني اهو. دول هياكلوا مثلا قطتين مثلا اهو. تعالى كده معايا، شوف القطة يا رب تكون موجودة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص قاعدة والله مستنية اهي، بص قاعدة مستنية اهي. يلا اهي. طبعا دي بالنسبة لها وجبة دسمة، هي بتاكلهم يا شباب. طبعا عيش مع بيض مع بتاع. يلا القطط والله العظيم بص اهو بتاكل اهي. حد وصل معانا بقى لحد هنا، انا عايز اللي وصل معانا لحد هنا يكتب شاكوش. اللي وصل معانا لحد هنا يكتب شاكوش. اعرف اقسم بالله اللي وصل معانا لحد هنا ده بطل، لان الفيديو في الاخر كده مفيهوش معلومات كتير. اهي النتال سرعتها فوق اهي. اهي فوق اهي، زهرة، الشاشة منغوشة اهي يا شباب اهي. طبعا بالزهرة معلش. طيب كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص كده. الفيديو خلص. شكشك معلش، انا اسف، معلش انا عارف ان انا ريحة ايدي وحشة، معلش مش هقرب منك تاني. يلا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزل لنا الاحمر غصار اهو، نقفل عليه البلوميات طرب، والشخشولي على الارض اهو مش عايز يطير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا شباب.